اهلا بيكم في فيديو جديد. النهاردة هنعمل مع بعض فكرة ديكور مميزة وشيك جدا وفي نفس الوقت سهلة وبسيطة. هنعمل ورقة الشجر القمر دي بخطوات واضحة علشان تقدروا تنفذوها بكل اتقان. يلا نقول بسم الله ونبدأ سوا. اللهم انصر اهلنا في غزة نصرا عزيزا مقتدرا يتعجب له اهل السماء واهل الارض، هم واخواتنا في السودان والعراق ولبنان، اللهم امين. استخدمت هنا خيط سلسلة 2 ملي تقريبا، وقصيت 6 فتلات على متر، ونقدر ان احنا نقص على 80 سنتي، بس انا قصيت على متر علشان انا محتاجة الطول ده معايا. هقول لكم ليه بعدين. شايفين خيط السلسلة بتحسوا ان هو بينزل، وما ينفعش اشتغل بيه كده عشان هيقعد يكر معايا وانا شغالة. فيستحسن ان احنا بحرف الولاعة ان احنا بس نديله زي لسعة بسيطة تقفل معانا ان الخيط ينزل، علشان نشتغل بيه من غير ما يقعد يكر ويطلع فتلات معانا. تمام. انا هنا هعمل لكم ورقة الشجر اللي هي لونين مع بعض، ولو عايزينها لون واحد هتقصوا الفتل كلها زي بعض. هنجيب 6 فتلات. اول فتلة هنجيبها نقسمها بالنص، هنمسك السنتر بتاعها او المركز بتاعها ونبدأ ان احنا نثبته بأي حاجة، دبوس، ونخلي نص الخيط وشه لينا ونصه الناحية التانية فوق قدامنا كده. تمام. هنبدأ بقى ان احنا نجيب بقية الخيوط اللي احنا قصدينها، هما 6 فتلات، هنجيب بقى 5 فتلات. شايفين انا هنا بعرفكم ان الخيط نصه ليا ونصه قدامي. هنجيب بقى 6 فتلات برضك، هنمسك طرفين الخيط ونمسك المنتصف ونبدأ ننزله تحت الخيط اللي احنا مسكناه ووصلناه بدبوس. تمام. ابتديت بقى الخيط اللي انا جبته ده هعمل بيه على الخيط الاساسي معايا عقدة مزدوجة زي ما انتوا شايفين كده. يبقى اذا الخيط الاول اللي انا اخدته ده خليته معايا خيط ثابت، والخيوط اللي انا هدخلها تبقى خيوط متحركة بغرزة مزدوجة. شايفين كونت معايا غرزة مزدوجة ازاي؟ همسك بقى بقية الفتلات بتاعتي. انا كده ركبت فتلة، يعني انا كده معايا 4، هما 6 فتلات، فتلتين اشتغلت بيهم اهو. هجيب بقى ال4 فتلات الباقيين وابدأ ان انا اثبتهم على الخيط الاساسي ده بغرزة مزدوجة. اخد بالي دايما ان الفتلة اللي انا ماسكاها ابقى محافظة على النص بتاعها. تمام كده. يبقى احنا نحافظ على السنتر بتاعنا. خدوا بالكم دايما اي فيديوز بتتفرجوا عليها، مش انا بس، خدوا بالكم من حركة ايد وهي شغالة. حركة الايد عليها عامل كبير جدا، حتى لو انا نسيت اقولك حاجة انت اوريدي شايفة حركة ايدي عملتها ازاي. يبقى احنا كده دخلنا اهو الفتلة اللي لونها زيتي عشان نطلع ورقة الشجر لونين مع بعض. تمام. هبتدي بردك اثبتها. شايفين حركة صباعي ماسكة الخيط ازاي؟ حبيتش اشتغل باي وسيلة مساعدة معايا علشان ابسط عليكم الامور. ان انتي عادي ممكن بدبوس، وعلى فكرة الترابيزة دي ازاز، يعني هي من تحت مش سفنج او قطن ان انا هثبت عليها حلو. انتي لو اشتغلتي عندك على اي حاجة تكون متنجدة هيبقى اسهل عليكي طبعا. شايفين بقى ابتديت اخد الفتلة اللي انا كنت رميها قدامي وانزلها، هخليها خط ثابت معايا، وبقية الخيوط اللي انتوا شايفينها دي هبتدي اشتغل على الخط الثابت ده غرز مزدوجة. تمام. يبقى انا كده عملت ايه؟ مسكت الفتلة اللي كانت فوق قدامي كنت رميها فوق، وابتديت ان انا انزلها اخليها خط ثابت، وبقية الخيوط هتشتغل عليها غرزة مزدوجة زي اللي احنا لسه عاملين دلوقتي. انا بس شلت الدبوس علشان وسط ورقة الشجر تيجي معايا مظبوط. هرجع احطه تاني. تمام. بس كده اتفقنا خلاص ان احنا بقية الخيوط هناخدها غرز مزدوجة قصادها.
هيبقى انا كده معايا عمودين غرز مزدوجة قصاد بعض. شايفين طريقتها سهلة ازاي؟ اخلي بالي الغرز بتاعتي ما تبقاش فيها حاجة ملفوفة، خيط ملفوف او معوج. هنيجي هنا بقى نعمل زوم ان كده ونشوف مع بعض الشكل بقى عامل ازاي. شايفين الخيطين اللي في النص؟ معايا اهو فتلتين في النص. هبتدي ان انا اخد بقى الفتلتين اللي في النص دول، هخلي فيهم واحد خط ثابت وواحد متحرك. النقطة دي مهمة جدا جدا، وانا بتعلم بصراحة كنت بتلخبط فيها، بس مع الوقت قدرت ان انا افهمها. ابتدينا نخلي خيط ثابت وخيط متحرك، وشايفين بقى العمودين في واحد منهم اطول من التاني، هروح للقصير. شايفين هاخد الجنب اللي العمود فيه قصير، وابتدي ابني تاني عمود غرز مزدوجة، هيقابل معايا العمود الطويل معايا ده اللي هو ناحية اليمين. شايفين؟ هبتدي اخده بردك غرز مزدوجة، هيبقى كده انا ببني تاني عمود من ناحية الشمال. هي طريقتها سهلة جدا. هنبتدي نبني عواميد وكلها بنفس الغرزة المزدوجة، مفيش غرز تاني هتتعمل. ابني كده العمود بتاعي يكون شكله منتظم. هنيجي هنا بقى هنبتدي ان احنا نضمهم على بعض. خدنا الخيط اللي نازل من العمود الطويل وابتديت ان انا اضمه للعمود الجديد اللي انا بعمله. شايفين الشكل معايا بقى ازاي؟ كل مرة النقطة دي هنفضل نعملها في نهاية العمودين اللي بنبنيهم. هتحسوا ان ورقة الشجر ابتدت تقوس معاكم، وهو ده المطلوب. احنا عايزينها تقوس معانا كده، ما تقلقيش لو لقيتيها بتقوس معاكي. انا هنا رحت ناحية اليمين وابتديت ابني عمود تاني. شايفين انا هنا ببطأ علشان النقطة دي زي ما قلت لكم مهمة جدا. نهاية العمود ببتدي اضم العمود الطويل على العمود الجديد اللي انا بعمله، بيبدأ يديني تقويصة. ما قلقش خالص لما التقويصة دي تيجي معايا. ببني العمود التالت من ناحية الشمال. هاجي هنا شايفين اضمهم على بعض. ما تتلخبطيش في النقطة دي، انا ان شاء الله اكون قدرت ابسطها عليكي، لان هي فعلا سهلة، بس هي محتاجة تركاية بسيطة كده زي ما قلتلك، وهي هتثبت معاكي. ورقة الشجر ابتدت تظهر معايا وملامحها تبان اهي. عبارة عن عواميد بنبنيها يمين وشمال، وفي نهاية العمود بيبقى فيه حتة طويلة وحتة قصيرة بضمها على بعض تديني تقويصة. انا كده ماشية صح. تمام؟ شايفين شكلها بقى عامل معايا ازاي؟ هبتدي اروح ناحية الشمال ابني عمود تاني، كلها بغرزة واحدة وسهلة وبسيطة ان شاء الله عليكي تنفذيها. اهو باجي هنا وبطأ علشان ما تتلخبطوش، ناحية طويلة وناحية قصيرة معايا، ببتدي ان انا اضمهم على بعض. حاولي دايما وانتي شغالة يبقى الخيوط بتاعتك منتظمة، وتسرحيها كده وتبعديهم عن بعض عشان تتلخبطيش. وزي ما انتوا شايفين العمود بنبتدي بالخط اللي على الحرف بنعمله خط ثابت، وبقية الخيوط بتبقى عليه خيوط متحركة. تمام؟ تعالوا كده نعدها مع بعض عشان توضح لكم اكتر. شايفين بوست ورقة الشجر اتكونت ازاي؟ ببتدي اعد يمين وشمال معايا الغرز او العواميد. تعالوا كده اوريكم بنعدها ازاي. هنبتدي نعد من النص.
دي مثلا ناحية ايه الشمال، 1 2 3 4. لسه هنا هعمل عمودين تاني، والناحية التانية ناحية اليمين 1 2 3 4. فاضل لي عمودين تاني. اعرف منين ان انا فاضل لي عمودين تاني؟ علشان انا كان في البداية معايا 6 فتلات، يبقى انا هعمل 6 عواميد. تعالوا كده نشوف العمود الاخير بنعمله ازاي، ودي فيه تركاية مهمة جدا لازم تفهموها. هبتدي اخد الحرف الخط اللي على الحرف خط ثابت، واللي بعديه خط متحرك، وابتدي ان انا اعمل غرزة مزدوجة عادي. هضم بقى الخط اللي انا عملته ده، هخليه مع الخط الثابت خط ثابت زيه. شايفين؟ مش ده كده متحرك وده ثابت. هبتدي ان انا قبل ما اعمل الغرزة التانية اخده واخليه في ايدي خط ثابت، عشان بقى خلاص ابتدي اقفل ورقة الشجر معايا. شايفين؟ كل خط بعمله متحرك بعد ما بخلصه بخليه في ايدي خط ثابت مع الخط الثابت الاساسي. اشد خيوطي كويس علشان تتقفل معايا بشكل نظيف. شايفين اتقفلت بنظافة ازاي؟ هبتدي اعمل كده الناحية التانية برضو. خيط السلسلة ده هتحبوه جدا لو اشتغلتوا فيه يا جماعة بجد. اللي عملته يمين او اللي عملته شمال هبتدي اعمله يمين خط ثابت معايا، اللي بعديه متحرك عملت غرزة مزدوجة اضمه على الخط الثابت خط ثابت، وابتدي ان انا اعمل بقيتهم زي شايفين هنا. عايزة اوريكم حاجة. شايفين دي طالعة ازاي؟ اخد بالي وانا شغالة الخط اللي اتضم معايا ان انا اسحبه كده بحيث يبان نضيف معايا، وحرف ورقة الشجر ما يبقاش طالع منها خيوط تبوظ لي الشكل. لا، اخد بالي وانا شغالة ان انا اسحبها. تمام. وابتدي كل خط متحرك عملت بيه غرزة مزدوجة ابتدي اضمه لايدي واخليه خط ثابت. اهي اخر غرزة هعملها معاكم. شايفين قوست معايا ازاي ورقة الشجر؟ احنا اتفقنا ان احنا لما نعمل حاجة بالخيوط اذا كان تطريز او اذا كان مكرمية ده رسم، فاحنا على قد ما نقدر بنقرب لاكتر صورة تبين ان هما شكلهم حقيقي شوية او شكلهم طبيعي. تمام. هبتدي بقى يا جماعة اخد كل الخيوط اللي نازلة من ورقة الشجر. شايفين انا معايا هنا فتلة يمين وفتلة شمال وبقية الخيوط مع بعضها. لا، انا هاخد كلهم، هخلي فتلة واحدة بس ناحيتي انا. تمام. يعني كل الحزمة دي كلها، كل حزمة الخيوط دي هخليها معايا خط ثابت، وابتدي بالفتلة اللي انا اخدتها ديت هخليها فتلة متحركة اعمل بيها غرز مزدوجة. انا ضميت كل الخيوط حزمة واحدة خليتهم خيوط ثابتة. شايفين؟ عملت حلقة اهي غرزة مزدوجة عادية خالص، وابتدي ان انا اسحبها واضمهم مع بعض كويس جدا. ادي لفة. اللفة التانية هعمل بقى حوالي عقدة مزدوجة، غرزتين مزدوجة كده بنفس الفتلة المتحركة معايا. شايفين؟ علشان بس اتأكد من تثبيتها كويس. شايفين خلصت معايا بسهولة ازاي؟ وبس كده بنكون خلصنا ورقة الشجر بكل تفاصيلها. عملت منها كذا قطعة زي ما انتوا شايفين، عشان في الفيديو ان شاء الله الجاي هنعمل مع بعض احلى جذع ورق شجر. يا رب اكون قدرت افيدكم. ما تنسوش تعملوا لايك. بحبكم جدا في الله، يا احلى متابعين في الدنيا.